اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، بس احنا هنتكلم عن اللي صنعوا مصر واللي اتكلم عليهم عمر طاهر في كتاب صنايعية مصر. 31 بطل هحكي لكم على جزء منهم دلوقتي والباقي في الفيديو الجاي، فخليكم معايا. 1. حمزة الشبراويشي، صاحب أول مصنع كولونيا في مصر، يعني الثلاث خمسات. كولونيا الثلاث خمسات دي كانت الراعي الرسمي للشياكة في مصر، تنفع في أعياد الميلاد، في الأفراح، بتفوق من الإغماءات، بتعالج جروح والتهابات، وبيستخدمها الرجالة بعد الحلاقة، فكانت موجودة عند أفضل الحلاقين. كانت كولونيا لها شنة ورنة كده عند المصريين. حمزة الشبراويشي بعد ما منتجه نجح بقى بيأجر النافورة اللي عند أرض المعارض كل يوم عيد ويعملها نافورة بتوزع كولونيا على الشعب المصري. كانت مصر ريحتها حلوة. رقم 2. تومي خريستو، صانع السعادة، شوكولاتة كرونا، أول مصنع شوكولاتة في مصر. خريستو كان بيعين موظفين قليلين من مصر واليونان، لأن شرط تعيينهم إن هم يكونوا سعداء. أصل عجينة الشوكولاتة حساسة جدا وبتلقط مزاج الإنسان اللي بيعملها. عارفين حكاية الغزالة اللي موجودة في اللوجو بتاعها؟ الحكاية بدأت من عند المصنع اللي كان جنبه الملعب وأرض للغزال البر، وفي مرة العمال وهم بيلعبوا جت كورة في راس غزالة وموتتها، فزعل عليها جدا خريستو وقرر إنه يخلد ذكراها وحط الغزالة على لوجو الشوكولاتة. وعلى فكرة الغزالة دي كان اسمها كورونا. 3. علوي الجزار، وده أول مصنع لوزير داخلية المعدة المصرية، الشاي، وادوا المصريين اللقب ده لقدرته على الحبس بعد الأكل. من كتر حب المصريين في الشاي أقرته الحكومة سلعة تموينية. ما هو 30% من جسم الإنسان مية و70% شاي، ده المزاج الحلال عند المصريين. وبقى في طرق كتير لتقديم الشاي في كل حتة. عندك شاي كشري، شاي خمسينة، شاي نعناع، شاي بحليب، شاي ابيض ورد، كل دي ابتكارات مصريه في تقديم الشاي. طبعا جوده الشاي كانت مهمه طبعا عشان يعجب الناس، لكن كمان الشاي ده بالذات تفوق بسبب الشيخ اللي مرسوم على الغلاف. اصل احنا بنحب البركه، والشيخ ده كان بركه، مريح مبتسم، تحسه كده ابوك او جدك. وعلى فكره الصوره دي كانت حقيقيه، سواق علوي الجزار. 4. أبلة نظيرة، نظيرة نيكولا، صنايعيه المطبخ المصري. أبلة نظيرة كانت لما تروح المحلات المصريه كانت تطلب تدخل جوه المطبخ عند الشيف عشان يقول لها بيعمل الحلويات ازاي. وسافرت بعثه لندن تبع معهد معلمات فنون الطهي علشان تتعلم الاسرار هناك. ألفت كتاب مع صديقتها بهية عثمان اسمه كتاب أصول الطهي، لكن أبلة نظيرة هي اللي اشتهرت علشان قدمت برنامج في الراديو إلى ربات البيوت، وبعد كده اشتغلت في مجلة حواء، وكان عندها صفحة مهمة جدا اسمها صفحة أبلة نظيرة، وفضلت تشتغل فيها لحد ما بقى عندها 90 سنة. 5. صدناوي، صنايعي الأناقة في مصر. طبعا صدناوي غني عن التعريف، دخل كل البيوت المصرية في فترة الخمسينات والستينات واستمر لحد الثمانينات. مفيش بيت فيكي يا مصر الا ولبس من صدناوي. حتى الممثلين في الفتره دي كانوا بيشتروا ويتصوروا في محلاته. الطريف في الموضوع ان سمعان صدناوي بدا ثروته من اليانصيب، وساب بلده سوريا عشان محدش رضي يشاركه من فلوس اليانصيب، فنزل مصر وقال يبتدي فيها، وهو بقى اشهر محل لبيع متطلبات البيوت المصريه من الابره للصاروخ. اللي قرا الكتاب وحابب يشاركنا بصنايعي من صنايعيه مصر يقول لنا اسمه ويقول عمل ايه في الكومنت. واستنوا الفيديو الجاي مع باقي الصنايعيه. ما تنسوش تعملوا فولو عشان تشوفوا الفيديو الجاي. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.